تعالوا بقى نعمل الكنافه بكوبايه دقيق وكوبايه ميه. هنعمل الحاجه الحلوه العظمه دي مع بعض. بجد من بعد الفيديو ده مش هتشتريها من بره تاني. انا جربتها معاكم بكوبايه دقيق بس عشان تبقى سهله ليكم لما تحبوا تجربوها، يعني مش هتبقى مكلفه ليكم ولا اي حاجه. كوبايه دقيق وحبه ميه من الحنفيه هتعملي احلى كنافه. يلا نقول بسم الله وندخل على تفاصيل الفيديو. ما تنسوش بقى تحطوا لايك للفيديو لو عجبكم، ولسه مشتركش في قناتنا بتمنى ينورني على عيني وعلى راسي من فوق. بحبكم في الله يا احلى اخوات في الدنيا. طبعا بصوا دي ناقصه شويه بس هي اخدت مني كوبايه بالظبط، بالظبط، رشه ملح بسيطه ورشه ملح صغيره وكوبايه الدقيق بس يعني وخلاص كده. بالمضرب اليدوي هنضربها مع بعض. ممكن تضربي المكونات الحلوه دي كلها في الخلاط بس الموضوع مش مستاهل، حاجه بسيطه جدا وحاجه سهله. هنعملها كده على طول في الطبق كده وبالمضرب اليدوي على طول. هتفضلي بقى كده تقلبي الدقيق بتاعك كده بالمضرب لغايه ما تدوبي الدقيق خالص، ما يبقاش فيه اي تكتلات. خلاص بص بقى لقيتي القوام تقيل، بص انا قلت لكم انا كنت حاطه المج ناقص شويه ميه، انا ايه هزوده شويه ميه كمان، يبقى كده اخدت كوبايه دقيق كوبايه ميه بالظبط. مليان ميه قوي بالظبط يعني خلاص الكوبايه اللي انت معايره بيها دي هي اللي هتعايري بيها الميه جدا جدا، ورشه ملح صغيره قوي. بص بقى هتفضلي كده مع القوام بتاعك لغايه ما تبقى العجينه عامله زي عجينه الكريم. قلبت بقى كده كويس زي ما انتم شايفين. وتعالوا نعمل قلبتها كويس جدا جدا. بعد كده هجيب الصفايه علشان نصفيها لو فيها اي شوائب او اي تكتلات. الصفايه بتحوشها خالص علشان لما تيجي تعمليها بالازازه هتنزل معاكي زي الفل. وهنعملها بالازازه بازازه الميه باي ازازه عندك، يعني مشيت تكون ازازه ايه موجوده هتعملي بيها. عملت لها اختبار العجينه. بصوا عملت لظهر المعلقه كده الخط ده لو الخطين دول جم على بعض تبقى عجينتك مش مظبوطه. ما شاء الله المقادير معايا مظبوطه جدا. جبت بقى الصفايه كده بصفي من اي تكتلات او اي شوائب خالص. لو عندك قمع هيسهل عليكي الموضوع. وصفيت عشان ما عنديش قمع جبت ايه الدورق او الشفشق دوت وصفيت فيه. وبعد كده عشان لما يجي بوز يعني عشان لما اجي اصفي في الازازه يصفي معايا بكل سهوله. تحطي القمع في الازازه وتفضي على طول بس كده. في اسهل ولا ابسط من كده مفيش. تعالوا بقى ايه نجيب غطا الازازه ونخرمه خرم كده بدبوس. بلاش يعني ايه مش هقول لك يعني حاجه تخينه لا ولا مسمار ولا اي حاجه. دبوس فين دبوس الطرحه ده عشان تديكي فتحه يعني ما يكونش واسعه قوي تنزل معاكي الكنافه في الحجم اللي انتوا شفتوه معايا في بدايه الفيديو. بصوا بقى انا عملت دي الاول كده حسيت ان ايه يعني الدبوس وسع مني شويه من النص كده رحت خرمتها بس ايه لقيته حلو يعني كويس. اول عملت اختبار طبعا كنت قافله الكاميرا جربت كده مره لقيتها ايه حسيت ان هي مش مظبوطه معايا فرجعت جبت غطا تاني ورحت خرمت خرم كمان على النار. بقى معايا ايه الطاسه او القلايه اللي هعمل معايا بقى الطاسه بتاعتي على النار في البدايه بتبقى سخنه وبعد كده بخلي النار متوسطه. بس اول ما الكنافه بتاعتك تحسي ان هي بص خلاص ما بقتش عجين ولونها خلاص كده نشفت بتروحي لما بايدك على طول. اصبري عليها شويه هتبصي تلاقيها اول ما تلاقيها ولا اسهل ولا غير معاكي كده وبدات تستوي. اول رصه كده بتعمليها بتبقي متلخبطه فيها بعد كده الطاسه بتاعتك بتسخن حلو وبتتشال معاكي بكل سهوله. نشفت بدات تنشف كده شويه تروحي لمها بايديك على طول. الموضوع سهل جدا جدا. يلا جربوه بقى وقولوا لي ايه رايكم. بس كده كل سنه وانتم طيبين. احنا عملنا مع بعض الكنافه القطايف وادي الكنافه برضه عملناها برضه هي العجينه بتاعتها من الالف للياء وعملنا مع بعض برضه القطايف عجينتها من الالف للياء كانت ناجحه جدا جدا. عايزه برضه الفتحه عن نفسي بقى كده تكتبوا في الكومنتات لو حد بيجرب الحاجه بتاعتي ويقول لي رايه. الكنافه البلدي عارفين اللي هي الكنافه البلدي اللي هي بتاعت زمان دي مش الآلي كل بقى ايه رصه والتانيه كده بتجيبي منديل مطبخ وتمسحي الصينيه بتاعتك تمسحيها كده ونضفيها علشان لو اي شوائب فيها بتتشال معاكي. بصوا زي ما انتم شايفين كده. بتمنى بقى اللي وصل معايا في الفيديو لغايه هنا مش بتحطي طبق او تقريبا صينيه وتحطي فوطه نظيفه فوطه مطبخ نظيفه وبتطلعي عليها الكنافه. ما بتحطيش كده مباشر على الصينيه على طول علشان ما تعرقش معاكي. اهم شيء يبقى حاجه قطن تحتيها. بتطلعيها على ايه بقى بتجيبي طبق او صينيه وتحطي فوطه مطبخ نظيفه والموضوع سهل جدا جدا ماشيه معاكم مباشره كده على الصينيه. والله بصوا علشان تبقوا شايفينها بتتعمل ازاي. برضه زي ما قلت لك كل بين صينيه والتانيه كده بتمسحي مسحه بالمنديل كده وتنضفي الطاسه او الصينيه اللي انت بتحطي فيها. بس خلاص كده اهو. بص اول ما بتحسي ان هي اتشمعت كده والعجين خلاص مستوي تروحي لماها بايديك على طول. برضو زي ما قلت لك بكوبايه. جربي في كوبايه دقيق جربيها كده هتعجبك كده سهله قوي زي الفل. يلا كده كل سنه وانتم طيبين جربوها وقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات. ده كوبايه دقيق مش حاجه يا جماعه وحبه ميه من الحنفيه ورشه ملح بس احنا حاطينها سنه على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد. لو انت مثلا تعملي كوبايتين ما شاء الله تعمل معاكي حوالي نص كيلو كنافه. بس زي ما في اسهل وابسط من كده زياده كمان ما شاء الله. كوبايه الدقيق رمت معاكم كميه كبيره جدا جدا. كل سنه وانتم يلا طيبين. كده جربوها مع بعض القطايف
برضه عملت معاكم عجينه القطايف من الالف للياء، اللي حابب يشوف يدخل يشوف ممكن انزل لكم اللينك في اول كومنت لو حابين تشوفوها. الكميه كلها بنفس الطريقه كده قوي قوي. وتعالوا بقى نشوف مقادير برضه سهله وبسيطه ومش مكلفه مكلفه خالص. والنهارده عملت معاكم عجينه الكنافه. كل سنه وانتم طيبين ومكملين مع بعض. اهم شيء بتمسحي ان شاء الله استنوا مني فيديوهات حلوه كتير، الفيديوهات جايه ان شاء الله باذن الله حلوه، وهنعمل روتين تنظيفات رمضان. يلا بقى كده حطوا لايك وشجعوني. ما تحطهاش على بعضيها كلها علشان ما تعرفش، بتحطي كده وتفرشيها على الطبق اللي انت بتطلعي عليه. يلا كده جربوها وقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات، وان شاء الله ربنا يحسن ما بنات ايديكم وتعملوا احسن مني. انتوا عارفين طبعا الاسعار السنه دي هتبقى اسعار مش قادره اقول لكم غاليه جدا جدا جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللي وصل معايا في الفيديو لغايه هنا يحط لايك بالله عليكم، ودعموني باللايك ودعموني بالاشتراك كده خلاص بس. وادي بقى تعالوا نشوف الكنافه بتاعتنا بعد ما كل واحده والتانيه كده، او بين كل واحده ويعني اعملي مرتين وبعد كده تروحي ماسحه الصينيه. بصوا حاجه كده طالعه زي العسل وتصبي تعملي بالازازه على طول. بس كده خلاص خلصنا بقى الكميه كلها بنفس الطريقه. بس اللهم بارك كده خلصنا بقى الكميه كلها زي ما انتم شايفين. بس وبتبقى طريه جدا غير اللي بتجيبيها كمان، والله العظيم غير اللي بتشتريها من بره. بس خلاص كده ادي خلصي بقى كده الكميه وغطيها، وقبل ما تعملي الصينيه بتاعتك حابه تحطيها في الفريزر هتحطيها في كيس في الفريزر وتحفظيها في الفريزر وقت ما تطلعيها اعمليها هتبقى معاكي زي الفل. وادي الكميه كلها بعد ما خلصنا. اللهم بارك كده. بصوا كوبايه الدقيق عملت حبه حلوين. ما تنسوش بقى تحطوا لايك. يا رب تطلعوا من فيديوهاتي مستفيدين. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. ما تنسوش بقى الله الذي لا تضيع ودائعه. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.